السلام عليكم ورحمة الله. رحبوا معايا بأتفه صحفيين في المغرب. رباعة كلنا إسرائيليون والطعريجة والبندير ديال أخنوش. ما عرفتش واش نسميهم القافات كيف ما سماو بن كيران ولا رباعة كلنا إسرائيليون. ولاد الصهيوني أحمد الشرعي الباترون ديالهم، هذاك اللي شداتو نفسه على إسرائيل وناض كتب كلنا إسرائيليون. والله كنا في بلاد تحترم نفسها ودينها والموقف ديالها التضامني مع القضية الفلسطينية اللي عتبها الصهيوني في هذا البلاد. في الوقت اللي كانوا مجازر في غزة والأطفال كيموتوا بأبشع الطرق والمغاربة خارجين في مظاهرات ضد العدوان الصهيوني، جا هاد الحتالة باش يستفز المغاربة بهذا الكلام. شنو ذنب احمد الشرعي؟ كتب رأي ملي كتب كلنا إسرائيل، ما قالش المغاربة إسرائيليين الأمي. أثار مالك مجموعة جلوبال ميديا أحمد الشرعي موجة عارمة من الاستياء، وذلك بسبب مقال له بعنوان كلنا إسرائيليون. وذهب الشرعي إلى حد اعتبار أن كل حديث عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مجرد ثرثرة. قال لك سيدي بالله التجربة ديال هاد الباترون ديالهم الشرعي خاصها تدرس. ما تيقتونيش انتم اسمعوا. التجربة ديال ميدراديو لأنها تستحق أن تدرس مع الكوتش الأول ديالها اللي هو مولاي أحمد الشرعي. داك السيد مادام انه معكم في المغرب تعلموا منه كيفاش تصاوب مؤسسه اعلاميه مؤثره، كارهه من كارهه واحب من احب. ربي ما جاوبوه يا المغاربه، راه خفت ولا ننطق بشي كلمه ماشي هي هذيك، وبيناتنا شي ناس كنحترمهم بزاف. دابا المغاربه غيتسناو هذا الصهيوني والعميل ديال اسرائيل يدرسهم. فعلا هذا الشيء اللي بغاو مكروش، ولكن بقدرتي قادر لن تنتصر نواياهم الشيطانيه. قال لك سيدي الرمضاني كان كيزها في مراكش حتى وصلته الخبر بلا بن كيران عاوتاني جبدهم وجبد سيدهم الشرعي ويتصل بالعصابه الحامضه ديالو، هذوك اللي ما بقى كيتبعوهم حد. هادو جاب لهم الله موضوع يطلعوا به حلقه من الحلقات الباسله ديالهم، حيت موضوع بن كيران كيجيب لهم شي بركه ديال التفاعل، حيت هما كمحتوى ما بقى حتى شي مغربي كيتبعهم من غير الا طلعوا لشي واحد بالصدفه ودخل يطلع عليهم شويه. حيت الحمد لله الشعب المغربي ذكي وعاقب المؤامره ديالهم مع حكومه اخنوش اللي كيضلوا يتملقوا ويطبلوا ليه ويعلم الله بشحال تقامت هذه الصفقه. اما بن كيران هو الموضوع الرسمي في ذاك البرنامج الحامض، كيخليو المشاكل الكبيره في البلاد وكيناقشوا موضوع بن كيران من 2007 وما يجبدوش حس اخنوس والمغرب الاخضر. وحتى من الفضيحه اللي قال وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه احمد توفيق باللي قال في البرلمان كلنا علمانيون، واللي ما شافش الحلقه ها هي غطلع لكم الفوق. جاو كيدافعوا عليه وبالله احنا المغاربه فهمنا غلط، وبالله الوزير كان مستهدف مسكين. منين الله اعلم. قلت لي نحن علمانيون، قال لك كيفاش؟ انا لن اكون علمانيا ابدا، انا مسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في المهرجان الخطابي اللي نظمته حزب العداله والتنميه، بن كيران هضر على بزاف ديال المواضيع اللي كتهم المغاربه بحال العلاقه بين السياسه والمجتمع. في اخر الموضوع جبد كلنا اسرائيليون وقال داكشي اللي خاصو يتقال، ووجه رساله للمغاربه كيطلب منهم باش يقاطعوهم. ما قدهم النهار الاول فاش وقع هذا الشيء قالوا كلنا اسرائيليون. واش حنا كلنا اسرائيليون؟ هاد الناس قاطعوهم، هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم. وهذا الشيء هو اللي ما عجبش هاد العصابه، وناضوا كيدافعوا على راسهم بطريقتهم الحامضه في ذاك البرنامج. لا بغيتي بن كيران الله يطليه بك والله يطليك به. انه بن كيران يعلم جيدا انه في الظروف الحاليه حزب ما عنده فلوس وكيتلقى ديك الضحكه وما شفتيش طرق دوك البارابولات. الشرعي قال، الرمضاني قال، وهبي قال. وكاين واحد الموضوع مهم وخطير بزاف وسمعوني يا المغاربه، حيت الامر جدي اكثر ما كتصور. هاد المتملقين ديال اسرائيل واخنوش غير داكشي اللي كنشوفوا، حيت راه كاينه شي اخبار كتقول بلا الحمله الاعلانيه ديال اخنوش في الانتخابات اللي داز كانت بمساعده شركه اسرائيليه، وبلا خلقوا العشرات الالاف ديال الحسابات الوهميه باش يبينوا بلا الشعب المغربي كان باغي حزب عزيز اخنوش. الحكومه اخنوش التجمع الوطني للاحرار عندهم خبراء كيخلصوا شركات ديال التواصل كيفاش تلعب بالرأي العام المغربي، وهذا الشيء داروه في الانتخابات. وكتعرفوا واحد الشركه اسرائيليه قالت في واحد التحقيق اللي داروه صحفيين فرنسيين انهم شاركوا في انتخابات ديال واحد الدوله في شمال افريقيا. واحد الوقيته كيقول المغرب زلقت ليه وقال المغرب العداله والتنميه غتكون كلفتهم، حزب الاستقلال غادي يكون كلف في شركه اسرائيليه للانتخابات. خلقوا آلاف والآلاف وعشرات الآلاف من الحسابات الوهمية باش يبينوا بأن الشعب المغربي كله باغي وراء عزيز أخنوش. وكذلك أخنوش استغل حملة مقاطعة المغاربة للانتخابات، وكان هذا هو السبب باش فاز بالانتخابات، ماشي حيت المغاربة اللي بغاو. ولأول مرة فلسفة المقاطعة لم تثبت نجاحها، بل العكس طلعت لنا أكفس حكومة داز في تاريخ المغرب. ولهذا رسالة من ولكن إلى كل المغاربة، خاصك تشارك في الانتخابات وصوت على أي حزب كتشوفه مزيان. أكيد ما غيكونش أكفس من هذا الحزب ديال أخنوش، باش ما نتسماش كندافع على شي حزب معين، بل
أدافع على المغرب من هذا الحزب المشؤوم. راه مستقبل ولادك والمغرب أمانة في رقبتك، خاصها تكون أكبر حملة دارت في تاريخ المغرب. ولكن وصلنا لدرجة أنه ولا في ما عندهمش الأخلاق ديال النصر.